منذ 2017 شاهدنا لحظات سحرية في دوري أبطال أوروبا وأهداف ستبقى خالدة في الذاكرة. في هذا الفيديو نستعرض معكم أجمل 10 أهداف في البطولة خلال هذه السنوات. المرتبة العاشرة، كازيميرو ضد يوفنتوس، نهائي كارديف، تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، ساهمت في تتويج ريال مدريد باللقب. وكازيميرو جول! المرتبة التاسعة، ماندوكيتش ضد ريال مدريد، نصف النهائي، مقصية مذهلة أعادت الأمل لليوفي ولو للحظات. يا سوبر يا ماريو! المرتبة الثامنة، ساديو ماني ضد بايرن ميونخ، الثمن النهائي، مراوغة لنوير ولمسة رائعة بالشباك. ساديو ماني يسجل أولى الأهداف، هذا السيناريو اللي خاف منه المرتبة السابعة، ليونيل ميسي ضد ليفربول، نصف النهائي، ركلة حرة تاريخية سكنت الزاوية المنعلية. المرتبة السادسة، إيرلينغ هالاند ضد باريس سان جيرمان، صاروخ مباغت أعلن عن ميلاد آلة تهديفية جديدة. إيرلينغ هالاند! في المرتبة الخامسة، أوليفيا جيرو ضد أتلتيكو مدريد، مقصية ساحرة في واحدة من أجمل ليالي البلوز. أنت الذي تضيع الكرات السهلة وتسجل الصعبة. وفي المرتبة الرابعة، غاريث بيل ضد ليفربول، النهائي، ضربة مقصية ولا في الأحلام. عوداله جول! عوداله جول! يا غاريث يا بيل! في المرتبة الثالثة، إيرلينغ هالاند ضد دورتموند، ضربة أوكرابسية مثالية عززت مكانته بين الكبار. لكننا سنهلل لهذا الهدف. في المرتبة الثانية، أنطوان غريزمان ضد روما، مقصية مذهلة بعد عرضية متقنة. سجلت هدفا ولا أروع يا غريزمان. في المرتبة الأولى، محمد صلاح ضد روما، نصف النهائي، كرة مقوسة في الزاوية 90. شنو هذا صلاح؟ هذه كانت قائمتنا لأجمل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا من 2017 حتى 2024. برأيكم أي هدف يستحق أن يكون في الصدارة؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.